بيكم فخر اخبار اعظم نادي في الكون، ونبدا بالخبر اللي في الجون. خبر من البرتغال، نادي افيس البرتغالي. النادي ده اللي بقاله سنتين عجل ومريح، ربنا كرمه بمستثمر صيني هينفخه. فان شاء الله كان في يوم 12/4 جمعيه عموميه بيبتدوا يستعدوا لاعاده استئناف النشاط الرياضي. فان شاء الله مجرد ما النشاط الرياضي يرجع في نادي رقم واحد لازم المديونيه تدفع، وبالتالي نص غرامه الكهرباء هتدفع باذن الله. فان شاء الله هنشوف خلال اليومين الجايين دول ايه اللي هيتم. نخش بعد كده عن الخبر اللي كنا بقالنا يومين عمالين نسمعه، وهو انسحاب نادي الزمالك من السوبر. وجهه نظري الشخصيه ده مجرد كلام، لان التذاكر اتباعت وحته المباراه لو ما تمتش هيبقى فيه عقوبات كبيره على اتحاد الكوره وهيشيل هو الليله دي كلها. لكن من وجهه نظري المباراه هتتلعب عادي مفيش مشكله، بس هو الفكره ان كان في حاله انسحاب النادي الاهلي كانت هي اللي هتبقى مشكله، بسبب القيمه التسويقيه الاعلى وبسبب الشعبيه الاعلى وبسبب ان التذاكر اتباعت في اول نص ساعه، لدرجه ان الجماهير خلصت وبداوا يخشوا على تذاكر النادي المنافس عشان يشتروا تذاكر عشان يحضروا المباراه. فلو حتى نادي الزمالك زي ما يقال انسحب، اعتقد ان هيبعتوا بيراميدز يلعب المباراه. ان فكره المباراه تتلغي لا، انا مش عارف ايه كهربا ده، ربنا يكرمه وبالثبات الانفعالي ده يزيد عنده، لان الولد اليومين دول هو محور الاحداث كلها. الاحداث كلها حوالين كهربا. كلام كمان يعني مفيش خطاب رسمي من نادي الزمالك بيقول ان هو مش هيلعب المباراه. نخش بعد كده على كلام بيقال انه اتقال على لسان الكابتن طاهر ابو زيد، حته ان نادي الزمالك بس مش هو اللي فيه مخالفات، وان في مخالفات في نادي تاني كبير، يقصد النادي الاهلي طبعا، هيقصد مين يعني. فحته لحد دلوقتي مفيش صوت وصوره بيقول الكلام ده، كل الكلام مرسل على لسان صحفيين، انما كابتن طاهر ابو زيد لا في فيديو ولا اي حاجه ولا حتى مقطع صوتي تثبت ان هو قال الكلام ده، وما اعتقدش ان كابتن طاهر ابو زيد يقول كده. هي الفكره الموضوع بقاله يومين بيتقال وانت ما طلعتش تنفي او تاكد، بس هو من وجهه نظري الشخصيه ما اعتقدش كابتن طاهر ابو زيد يقول كده. حتى الكلام لما وصل داخل النادي الاهلي كان الرد المنطقي اللي عنده حاجه يقدمها. بس نخش بعد كده، الحمد لله معلول وعبد القادر والشحات كل اللعيبه سلام، مفيش باستثناء بس اللي ما سافرش عمرو السوليه. الاصابه تقريبا عماله تتجدد، مش فاهمين ايه مشكله السوليه بصراحه، بيرجع بدري بيستعجل مش فاهمين. فهو باستثناء السوليه كله الحمد لله تمام وجاهز لخوض مباراه الرجاء يوم السبت باذن الله. بس دي كانت الاخبار اللي معانا النهارده. السلام عليكم.